يا مساء الفل على كل الناس اللي بيسمعوا بودكاست الكتابة فكرة وحلقة جديدة من حلقات البودكاست. والنهاردة هتكون مراجعة لمسلسل نزل مؤخرا وهو مسلسل مطعم الحبايب. مسلسل مطعم الحبايب من أعمال ورشة سرد للكاتبة مريم نعوم. فكرة المسلسل لمصطفى سليمان رئيس فريق الكتابة سارة لطفي، فريق الكتابة مصطفى سليمان وبولا ثابت. أما البطولة فكانت لأحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمزة العيلي، انتصار، اسلام إبراهيم، والأداء الصوتي لسوسن بدر. أحداث المسلسل بتدور حوالين الشيف أبو المجد اللي بعد سنين طويلة من شغله في التلفزيون وفي البرامج بيقرر إن هو يسيب شغل التلفزيون ويرجع تاني يفتح مطعم أجداده اللي موجود في السيدة زينب وهو مطعم الحبايب. وبيبتدي الشيف أبو المجد يجمع فريق علشان يشتغل في المطعم ده، وبعد ما بيجمع الفريق فعلا بيبتدي المطعم وبنشوف التحديات اللي بتواجه الشيف أبو المجد وبتواجه الفريق بتاعه في إن هم يبتدوا مطعمهم. وفي وسط كل ده بنشوف قصة حب بتنشأ ما بين وديدة بنت الشيف أبو المجد وصبحي اللي هو شغال في مطعم الشيف أبو المجد. فيا ترى ده هيأثر على المطعم ازاي وايه التحديات اللي بيواجهها المطعم ده اللي بنشوفه في أحداث المسلسل. بس خلينا كده نتكلم عن فكرة المسلسل وتسلسله وترابط الأحداث. كان حلو جدا، كان باين فيه قوي الطابع المصري في شكل الأكل اللي كان بيظهر في كل حلقة. احنا كل حلقة كمان كانت بتتسمى باسم أكلة، والأكلة دي دايما كنت بتلاقي أكلة مصرية أصيلة كده اللي هو فتة، ملوخية، بامية، حاجات كده، حاجات اللي هي المصرية الأصيلة. فكانت دي حاجة كويسة جدا عملها السيناريو الصراحة كان ماشي بشكل حلو قوي. التسلسل وترابط الأحداث، فكرة ربط الأكل بأحداث الحلقة برضو كان معمول بشكل ذكي. الأجواء بتاعت المسلسل كلها مكتوبة بشكل حلو. الجزء الفانتازيا الصغير جدا اللي كان محطوط حلو. فكل الحاجات دي كانت مخلية السيناريو ماشي بشكل حلو قوي قوي. كتابة الشخصيات كمان كانت حلوة. الشخصيات كلها مخدومة بشكل حلو. كان في طبعا بعض المشاكل من وجهة نظري، او مش هقول مشاكل، خلينا نقول ان هي كانت بعض النواقص اللي كان ممكن السيناريو يعلى بيها اكتر واكتر في المسلسل. يعني على سبيل المثال شكل العلاقة اللي فيها شد وجذب ما بين الشيف ابو المجد والمنافس بتاعه اللي كان قايم بدوره سامي مغاوري، انا نسيت اسم الكاركتر، بس علاقة الشد والجذب دي كانت شكلها حلو. كانت معمولة حلو، على الرغم ان هي كان ممكن يتم الاستفادة منها أكتر من كده ويتم استغلالها أكتر من كده في مواقف أكتر، في أحداث أكتر تشد الأحداث شوية. هو المسلسل كان معمول على نار هادية قوي، الأحداث هادية لكن ما وصلتش لمرحلة الملل. يعني رغم إن إحنا في أوقات كتير ممكن ما يكونش عندنا أحداث كتيرة بتحصل في الحلقة، أو الأحداث بتبقى هي في أوقات كتير. قصة الحب ما بين أحمد مالك وهدى المفتي اللي هو صبحي وديدة، والناحية التانية بعض الأحداث اللي بتحصل للشيفات التانيين اللي شغالين في المطعم اللي هم انتصار وإسلام إبراهيم وحمزة العيلي، ومن ناحية تانية علاقة الشد والجذب ما بين بيومي فؤاد وسامي مغاوري. دي كده الحاجات اللي كانت بتبقى تقريبا موجودة في كل حلقة. كنا في الأول بنشوف إن كل حلقة بيبقى فيه مشكلة في المطعم وبيحاولوا يحلوها. الموضوع ده تراجع في بعض الحلقات، فبقينا حتى نشوف الحاجات الثابتة اللي أنا لسه قايل عليها. بس ده ما خلاش المسلسل ممل خالص، بالعكس. يعني المسلسل حلو قوي، المسلسل لذيذ في الفرجة عليه. لكن كشكل عام رغم ان احنا ما عندناش احداث كتير بتحصل، بس على الاقل انت مش حاسس بملل، انت حاسس باستمتاع. المسلسل فكرته ونوعيته جديدة شوية على الدراما، ودي حاجة حلوة ان احنا بنروح لحاجة مختلفة، حاجة جديدة، وفي نفس الوقت حاجة فيها اجواء تفصلك عن العالم، اجواء هادية، اجواء مسلية. وده سبب ان الناس شبهته بفيلم الفار الطباخ. السبب في ده ان المسلسل تحسه مسلسل ديزني جاي من عالم ديزني، اللي هو شخصياته كلها مثالية. حتى الاشرار اللي فيه اشرار بيضحكوا، والاشرار اللي فيه اشرار شرهم مش قوي. المثالية اللي عليها الشخصيات مثالية جاية من ديزني. فكل الحاجات دي ادت الناس انطباع ان ده شبه فيلم الفار الطباخ، حاجة جاية من ديزني. عشان كده التشابه ده الناس حست بيه وابتدت تقارن وتحط مقارنات، رغم ان القصة بعيدة كده. بس الاجواء العامة والاجواء الخيالية كمان اللي كان فيها جزء فانتازيا في موضوع الكتاب دي برضو زودت الموضوع. فالناس حست انها بتتفرج على مسلسل من عالم ديزني، حاجة هادية جدا، حاجة لذيذة، فيها مواقف كتير بتضحكك، فيها قصة حب رومانسية، في بعض اللحظات الدرامية، في اشرار زي ما قلت لكم دمهم خفيف بيضحكوا وشرهم مش قوي. حتى لو شرهم جه في مرحلة كده جه يعلى بتلاقي ان الموضوع عالي بكوميديا، فبرضه بتحس ان الاجواء ستيل لذيذة. ما حسيتش باجواء ظلامية او اجواء تخليك تتأثر، او حتى الدراما بتاعته خلتك تبكي. هي دراما مؤثرة لكن دراما لذيذة خفيفة، ما تخلكش تعيط، ما تخلكش تتنكد. عشان كده المسلسل ده ينتمي قوي لعالم ديزني، ودي ميزة فيه. يعني في وسط اللي احنا فيه ده كله اعتقد ان مسلسل زي ده بالاجواء دي
حلو قوي ان هو يتعمل، وكمان ان هو عدد حلقاته ما كانش كتير، فده ساعده اكتر ان هو ما يوصلش لمرحله الملل. اعتقد ان هو لو كان طول عن كده كان ممكن الناس تبتدي تزهق ان مفيش حاجه بتحصل. كان في حاجه حلوه معموله قوي في السيناريو زي ما قلت لكم، اللي هو ان اظهار الطابع المصري اللي فيه، الطابع المصري في الاكلات اللي هي متوثقه كده من زمان انها اطعمه مصريه، فتحس دايما ان انت بتتاثر بالاكلات دي وبتبقى نفسك لو انت ما جربتهاش ان انت تجربها وتعرف هي طعمها ايه. يمكن كنت محتاج شويه في المسلسل ان التركيز على حته الاكل والتركيز على حته الاكلات اللي بيقدمها المطعم والمشاكل اللي بتقابل المطعم، كان هيخليه احسن، كان هيدخلك في المود اكتر زي افلام كده اجنبيه زي فيلم شيف. فكان محتاج ان هو يدخل في المود ده اكتر. احنا جينا في وقت سيبنا الاهتمام بالمطعم شويه وركزنا اكتر مع قصه الحب الرومانسيه ما بين صبحي ووديده، واللي بالمناسبه تم بنائها بشكل حلو، قصه لذيذه وحلوه وكل حاجه، بس كنا محتاجين جنبها ان احنا نلاقي نفسنا جوه اجواء المطعم اكتر وجوه فكره الاكلات والكلام ده كله. وده كمان بان في حب الناس للجزء الاولاني من اول كل حلقه اللي هو بترويه سوسن بدر بصوتها. بيبقى جزء حلو قوي، بتحكي حكايه كده عن اكله او حكايه بتحصل باداء صوتي ممتع جدا. كانت بتعمل اداء الصوتي سوسن بدر، كان اداء صوتي رائع. والمسلسل لو كان مشي على النهج ده، مش نهج طبعا ان هو يبقى كله فويس اوفر، بس قصدي نهج ان يبقى في حكايه كده مرتبطه بالاكل، كان هيفرق كتير قوي مع المسلسل. الاداءات التمثيليه كلها كانت حلوه قوي، الكل عمل دوره بشكل حلو قوي، بالذات احمد مالك وهدى المفتي بما ان هم اللي كان متسلط عليهم الضوء اكتر في قصه الحب الرومانسيه، فكانت برضو الاداءات كلها ممتازه. على مستوى الاخراج كان حلو، رغم ان احنا تقريبا محبوسين في كام مكان، لكن التصميم الاخراجي والشكل اللي شفناه بعينينا كان حلو، خصوصا في المطبخ بتاع المطعم. احنا طول الوقت تقريبا في المطبخ، لكن قدرنا نشوف المطبخ ده بكذا زاويه، كاننا كل مره بنشوف مطبخ مختلف، ودي كانت حاجه حلوه عشان ما نحسش بالملل. فدي كانت من الحاجات الكويسه برضو في الاخراج. وطبعا يعني مع الاجواء الديزناويه اللي كانت معموله، كملت بموسيقى خالد الكمار. عمل موسيقى جميله جدا، عمل موسيقى جميله قوي تخليك فعلا تدخل في عالم ديزني قوي. هي موسيقى تحسها جايه من ديزني فعلا، موسيقى هاديه وسلسه وجميله ومريحه، فعشان كده المسلسل كله على بعضه تحسه فعلا هربان من عالم ديزني وجاي لك. بشكل عام المسلسل حلو، المسلسل مسلي جدا، المسلسل مناسب قوي ان انت تفصل بيه، زي ما كده بتفصل بحاجات ديزني، لا ده حاجه شبهه بالظبط وشبه حاجات ديزني وممكن تفصل بيه برضه. التقييم بتاع المسلسل بشكل عام هو 7/10. لو كان اهتم بشويه الحاجات اللي قلتها دي كان ممكن يبقى تقييمه احسن كمان، لكن انا بالنسبه لي المسلسل ممتع وكانت تجربه مشاهدته مسليه، واعتقد اي حد اتفرج عليها يحس فعلا ان هو بيفصل، حاجه كده تفصل بيها في اخر اليوم، ما فيهاش اي جهد ولا حاجه ان انت تفكر ولا حتى ان انت تتشد. مطعم كل الناس بتحب بعض، حتى لما كان في واحد منهم بيحاول يعمل مقالب في الاول هو قعد كده حلقتين وسكت، وقصه حب رومانسيه وناس كلها بتحب بعضها وعالم هادي جدا، فانت نفسك قاعد مبسوط وانت بتتفرج، قاعد مش مشدود وبتتفرج بمنتهى الاريحيه. يعني حتى لما قصه الحب الرومانسيه لقيناها تهددت شويه انها ممكن تبوظ، اتحلت بمنتهى السلاسه والبساطه والهدوء من غير ما ندخل في صراع طويل على الإطلاق. المطعم لما حصلت فيه مشكلة كبيرة مرتين مش مرة واحدة، برضو الموضوع اتحل بهدوء شديد جدا لدرجة ان احنا ما حسناش، بالرغم ان في مرة منهم كانت كفيلة ان هي ممكن تقوم مسلسل تاني اصلا، بس الموضوع اتحل ببساطة وبهدوء ومن غير اي تعقيدات. فعشان كده بقول ان المسلسل ده تقدر تتفرج عليه بكل اريحية وبهدوء، وتفصل بيه في اخر يومك كده بعد ما تروح من الشغل ما تحسش انك شايل هم اي حاجة. دي كانت كده مراجعة مسلسل مطعم الحبايب. ناقشوني في المسلسل وايه اللي عجبكم اكتر فيه، وايه اكتر عمل شايفين ان هو اتكلم عن الاكل وعاش الاجواء دي بشكل حلو. مستني رأيكم في الكومنتس، وتناقشوني على يوتيوب، فيسبوك، انستجرام، تويتر، واستنوني في حلقات تانية مع البودكاست المفضل ليا عشان بكلمكم فيه الكتابة فكرة. وسلام عليكم. بودكاست الكتابة فكرة، تقديم وكتابة عادل أبو الفضل، براندنج وديزاين أحمد رأفت، روان محمد، يوسف باسيلي، وشكر خاص لحبيب حجاب وكارمن السراج. واستنوني في حلقات تانية من بودكاست الكتابة فكرة.